محمود، اجهز للايلتس ازاي؟ على حسب انه جزء في الايلتس. listening. listening مبدئيا بيبقى 40 سؤال وبياخد 30 دقيقه. هم 4 سيكشنز، كل واحد حوالي 10 اسئله، وال10 اسئله دول بيزيدوا صعوبه كل سيكشن. فانت تركز، اهم حاجه ان انت تكون بتسمع الاكسنت من اشخاص مختلفين، بتتفرج على امتحانات كتير او بتسمعها، يعني بتسمع امتحانات كتير. والاهم من كل ده ان انت تبراكتس في ايدك. فانت تجيب ورقه تكتب فيها من رقم 1 لغايه رقم 40، تبدا تسمع وانت شايف الاسئله قدامك. واهم حاجه ان انت تحاول تكتب بسرعه، تكون ماشي بنفس السرعه اللي هم بيتكلموا بيها. دي اكتر حاجه هتفرق معاك. في ايلتس ادفانتج عاملين، هوريكم الويب سايت بتاعهم، في كل التفاصيل بحيث ان انت تشوف الامتحان عامل ازاي، وتشوف كمان تعرف تبراكتس على الامتحان ازاي. دي هتفرق معاك كتير. اهم حاجه البراكتس، تحاول ان انت تلعب ان انت تجيب من 35 ل 40. توكل على الله. ده الويب سايت بتاع ايلتس ادفانش، وهو جميل ما شاء الله، متقسم لاربع اجزاء، اللي هو listening reading writing speaking. فبيوري لك في كل جزء ايه اللي بيحصل بالظبط. ده الجزء بتاع listening بيوري لك ان هو 40 سؤال متقسم على 30 دقيقه لاربع اجزاء، فكل 10 اسئله بتقل على الجزء اللي بعده. للاسف كل ما بتقدم كل ما الصعوبه بتزداد شويه. اهم حاجه في امتحان الليسننج ان انت تركز على الصوت اللي انت بتسمعه، ما تركزش في اي حاجه تانية، وتبقى كيرفul جدا ان انت لو عديت بارت خلاص ما تركزش عليه، اقلب على اللي بعده على طول. اهم حاجه تكون مركز ان انت تكتب كل حاجه مظبوط، حتى لو حاجه فلت منك في السبيلنج ما تقلقش، في الاخر بيدولك 10 دقائق ان انت تنقل الاجابات بتاعتك في الورقه بتاعه الامتحان، فما تكونش قلقان من الحته دي. بعدها تركز ان انت كل سبيلنج مظبوط، ولو فوتت حاجه خلاص ما تزعلش، المهم ان انت تكمل الامتحان للاخر. بس بالتوفيق ان شاء الله.